اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده ليكتشر 6 من الكورس بتاعنا اللي هو الديجيتال ديزاين في القناه. افكركم بس المرات اللي فاتت اتكلمنا عن ايه. اتكلمنا عن اول حاجه اللوجيك جيتس، واتكلمنا بعد كده على البوليان الجبرا والقوانين بتاعتها، وبعدها حلينا كمان اسئله عليها. واخر مره اتكلمنا عن الكي مابس وشفنا الكي مابس مع الفورم اللي احنا عارفينه اللي هو الاس او بي. والنهارده قلنا هنتكلم عن التو فورمز بتاعت representing البوليان اكسبريشنز product of sums and sum of products. دول هم التو فورمز بتوعنا اللي هنتكلم عليهم النهارده. بس النهارده تكون ليكتشر خفيفه كده، فتعالوا نبدا على طول. اول حاجه تعمل سبسكرايب وتعمل لايك لو عجبك الكونتنت ده عشان نقدر نستمر، وشير مع صحابك اللي مهتمين بالماده او بالكورس ده. وبس يلا نبدا على طول من غير ما نطول كلام كتير. فلغايه دلوقتي احنا بنتعامل مع اللوجيك اكسبريشنز بشكل واحد تقريبا، اللي هو بيبقى عندي اكسبريشن معمول له اور مع اكسبريشن معمول له اور مع اكسبريشن. لكن اللي احنا ما نعرفوش بقى ان في طريقتين نتعامل بيهم مع اللوجيك اكسبريشنز ونكتبهم بيها، هم دول اللي هنتعلمهم النهارده. طيب اول حاجه هنبدا نتكلم عن السم اوف برودكتس فورم، وده الفورم اللي احنا عارفينه. هي ايه هو السم اوف برودكتس فورم؟ هي طريقه لكتابه البوليان اكسبريشنز، وده اللي احنا عارفينه لغايه دلوقتي. امثله على كده A B or B C D node، او N M or M node N node، وهكذا. دول الامثله اللي احنا عارفينها. فاحنا عندنا عباره عن expression معمول له ending مع بعضه، واكسبريشن معمول له ending مع بعضه، وبينهم اورات، عشان كده اسمه sum of products. دي products اللي احنا تعالوا اعلم لكم عليها ثانيه واحده. فالاي بي ده يعتبر product، والبي سي دي نود يعتبر product، وما بينهم sum، عشان كده اسمه sum of products باختصار شديد يعني. ودلوقتي هنintroduce حاجه مهمه جدا واكسبريشن مهمه جدا اسمه المين تيرم، عباره عن، وهنفهم بالاكسرسايز ده. لو انا قلت لك تعالى حدد المين تيرمز في الاكسبريشن ده، المين تيرم هي عباره عن البرودكتس نفسها. يعني انا A B C D نود ده يعتبر مين تيرم، A B نود C نود D نود ده يعتبر مين تيرم، وهكذا. كل البرودكتس اللي معمول لهم سامينج دول هناخد البرودكت الواحد ده اسمه مين تيرم. عشان كده الاجابه هتبقى الاربعه دول، هما الاربعه، مش واحده منهم، هما الاربعه مع بعض. بس فعشان نبقى فاهمين المين تيرم عباره عن برودكت موجود في السم اوف برودكت فورمز. اي برودكت يعتبر مين تيرم. طيب دلوقتي بقى هنخش على جزء مهم جدا، هو الفانكشنز والتروث تيبل. طبعا اتكلمنا عن حلقه اتكلمنا فيها عن التروث تيبل بشكل مفصل جدا جدا جدا، لازم ترجعوا تشوفوها، من اهم الحلقات تقريبا، وتعتبر حلقه فاونديشنال في الكورس ده. طيب دلوقتي لو انا عندي تروث تيبل زي ده وعايز اكتب الفانكشن بتاعته، بقى اعمل ايه؟ عايز اكتب ايه الفانكشن اللي بيجنريت التروث تيبل ده. انا عندي تروث تيبل وعايز اجيب الفانكشن بتاعته، او عايز اجيب الاكسبريشن اللي بيجنريت التروث تيبل ده. فاول طريقه وهي باستخدام الاس او بي او السم اوف برودكتس فورم، او ان اكتبه كهيئه سم اوف برودكتس. بنعمل ايه؟ اول حاجه بندور على الروز اللي فيها الفاليو دي بترو. يعني انا عندي هنا ترو، وهنا ترو، وهنا ترو، وهنا ترو، وهنا ترو، وهنا ترو. الروز دي ببدا بقى ابص على الفاليوز بتاعت الاي والبي والسي والدي عند كل واحد منهم. طيب دلوقتي انا جيت عند الرو الاول ده اول رو في الفاليو بترو. جميل. هبص هنا على الاي بزيرو، يبقى احط ايه؟ اي نود. البي بزيرو يبقى احط بي نود. السي بزيرو احط سي نود. والدي ب1 يبقى احط دي عادي. بس هي دي الطريقه اللي بنكتبهم بيها، ان احنا لو عندنا الاي بزيرو بنحط اي نود، لو البي بزيرو بنحط بي نود، وهكذا. فبكده انا يبقى عملت ايه؟ يبقى عملت بس كتبتهم فالشكل ده، الاي نود بي نود سي نود دي نود، ده بيمثل الرو، ده بيمثل الرو الاول بس. وده اسمه ايه لو انتوا فاكرين؟ اسمه مين تيرم. بس وبعمل اورنج وابدا احط الرو الثاني اللي عنده الفاليو بترو. خدوا بالكم لازم نركز ان اللوجيك فاليو تبقى ترو. عندي 0 0 1 1، ف0 يبقى A نود، B0 يبقى A نود، C ب1 ودي ب1 يبقى C ودي، عادي جدا. ونعمل اور ونخش على الرو التالت، وهكذا لغايه ما نخلص كل الفاليوز اللي فيها الروز بترو بس. والفانكشن بتاعتنا تبقى بتساوي الاكسبريشن ده. وبعد كده ممكن نستخدم بقى اللوجيك مينيمايزيشن اللي اتكلمنا عنه بالالجبرا او بالكي مابس، ونبدا نعمل الاكسبريشن ده مينيمايزيشن، ويبقى بشكل احسن بكتير ويدينا كوست اقل. طيب برضو النوتيشن تانية مهمه تعرفوها، ان احيانا الفانكشن بتتكتب بالشكل ده. انا بعمل علامه السيجما دي السميشن، لان هو سم اوف برودكتس، فانا بحط السيجما اللي هو السميشن، وبعدها بحط الام سمول دي معناها المين تيرمز. فانا بقول ان هو السميشن بتاع المين تيرم 1 و3 و5 و11 و13. دي بحط هنا الروز اللي فيها الفاليو بترو. يعني الرو نمبر 1 ده هو ده. خدوا بالكم اول واحد ده اسمه 0، المين تيرم بتاعه اسمه ام 0، ده اسمه ام 1. فببدا احط الروز اللي الفاليو عندها ب 1 واكتبها ما بين القوسين. وده برضو طريقه تانية لكتابه الفانكشن، ان انا اقول ان هو سميشن
علامة السيجما بتاع المين تيرمز 1 3 5 9 11 13. بس فده كانت تروث تيبل مع الاس او بي، ودي هي كانت الاس او بي فورم. طب ايه هي بقى البي او اس فورم؟ وهي تاني طريقه نكتب بيها اللوجيك اكسبريشنز هي برودكت اوف سمز. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين مثلا في الاكزامبل ده عندي A or B or C نود or D نود، دول مع بعض كده sum، وبعدها هنعمل برودكت بقى مع sum تاني، وبعدها برودكت مع sum تاني، وهكذا. اكزامبل تاني A or C، بعدها هنعمل برودكت مع C or D نود، وهكذا. فهو ده الشكل بتاع البرودكت اوف سمز. السم اوف برودكتس عباره عن برودكتس معمول لهم sum في النص، لكن ده sums معمول لهم برودكت في النص بس. هي دي ده الاختلاف الوحيد. طيب وهنا برضو هنيجي نخش على اكسبريشن جديد هو اسمه الماكس تيرمز. نفس الفكره بالظبط اللي طبقناها في المين تيرمز. اي sum من السمز دي بيسمى الماكس تيرمز. يعني انا قلت لك حدد لي الماكس تيرمز هنا، هيبقى الماكس تيرم الاول هو A or B or C، والماكس تيرم الثاني هو C or B or D نود. عشان كده طبعا دي هي الاجابه بتاعتنا. بس فهو دول بيسموا الماكس تيرمز، هي السمز اللي موجوده في البي او اس. بس هو بنفس الطريقه ونفس الفكره هنيجي نبص على ازاي لو انا عندي تروث تيبل اكتب الفانكشن بتاعته في هيئه الماكس تيرمز او في هيئه البرودكت اوف سمز. واللي احنا هنعمله المره دي ان احنا هنيجي نبص على الروز اللي فيها الفاليو بزيرو مش ب1، ان اللوجيك فاليو بتاعتها بزيرو مش ب1. دي حاجه مهمه جدا. ولو بصينا هنلاقي ان الرو نمبر 0 رو نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 4 الفاليوز بتاعتهم بزيرو. طيب ازاي بقى نكتبهم؟ دي حاجه مهمه جدا لازم نركز فيها. طيب هاجي عند اول رو مثلا واعمل لكم مثال عنه. اول رو الفاليو بزيرو، فتمام احنا محتاجين الرو ده الاي بزيرو. هل بقى هكتب هنا ايه نوت؟ لا، هكتبها ايه عادي، لان الكونفنشن هنا او الطريقه اللي بنستخدمها هنا ان احنا لو عندنا الفاريبل عنده 0 يبقى بيتكتب عادي، ولو الفاريبل عنده 1 يبقى بيتكتب كومبلمنت، بيتكتب بالنوت بتاعته. هنطبق ونفهم مع بعض اكتر. فاول رو بالنسبه لي هو عباره عن ماكس تيرمز بتاع سمز، خدوا بالكم لان احنا برودكت اوف سمز. فاول رو الاي بزيرو فهنحط الاي زي ما هي، البي بزيرو هنحط البي زي ما هي، السي بزيرو السي زي ما هي. طبعا قرات مع بعض لان هو لازم يكون سم. بعدها هنعمل برودكت مع ايه؟ مع تاني ماكس تيرم اللي هو هيبقى هنا الاي بكام؟ بزيرو، يبقى نحط ايه زي ما هي، بي بزيرو، البي زي ما هي، السي ب1 نحطها بالنيجيشن بتاعها او كومبلمنت بيسموها. وبس هنكمل مثلا الرو التالت الاي بزيرو يبقى زي ما هي ايه، البي ب1 فهنحط بي كومبلمنتد، والسي بزيرو هنحط السي زي ما هي، وهكذا. وكده هتكون هي الفانكشن بتاعتنا اف ايكوال الحاجات دي كلها. وبعدها كمان ممكن كمان مره نستخدم اللوجيك مينيمايزيشن او نستخدم الكي مابس بالبي او اس فورم، ودي اللي هنتكلم عنها المره الجايه، وهو ده موضوع الحلقه الجايه. ازاي نستخدم الكي مابس مع البي او اس فورم بعد ما فهمنا ايه هو البي او اس فورم اصلا. بس هو بنفس الفكره بالظبط في طريقه تانية نكتب بيها الفانكشن، وهي البرودكت. علامه البرودكت الكبيره دي اللي عارفينها منكم يعني، هي دي علامه البرودكت الكبيره. ان انا لو عايز اقول البرودكت بتاع كذا وكذا 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 بتتكتب بالشكل ده، شبه ايكويفالنت للسميشن بس في ايه، في عالم البرودكت مش عالم السم. بس فانا بعمل برودكت لايه، للماكس تيرمز بتاع 0 و1 و2 و4 اللي هو الرول 0 رو 1 رو 2 رو 4 بس. فهو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو سهل وخفيف ولذيذ، لكنه مهم جدا واساسي جدا انك تفهم ازاي اصلا تكتب الفانكشن من التروث تيبل، وايه هما التو فورمز اللي كتبت الفانكشن بتاعتنا. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو سهل ولذيذ، واتمنى تكونوا استفدتوا، علشان الفيديو الجاي هيكون مبني على الفيديو ده، والكورس كله هيكون مبني على الفيديو ده. بس شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر، مع السلامه.